السلام عليكم، حياكم الله. عاقل الحارة رزق الجبري أبو وسيم وزهران المجرمين نشر مقطع فيديو وقال: لماذا بتشوهوا بسمعتي وسمعة أولادي؟ فهذا عاقل الحارة الذي بيقول: ليش بتشوهوا بسمعتي وسمعة أولادي؟ كانوا أساسا يشتوا يمحوا هذه القضية، فسبحان الله من كشفهم. ابنه له 9 أشهر في السجن، والثاني هربه إلى السعودية، وهو بيقول الآن أنه قد كلم ابنه يسلم نفسه. فأين ابنه ما يسلم نفسه في خلال هذه 9 أشهر؟ وإليكم ماذا قال عاقل الحارة الذي يعتبر هو المسؤول الأول عن هذه القضية، بحكم أنه عاقل الحارة ويعرف ما هو الشارد والوارد في هذه الحارة ويعرف ماذا يدور فيها، واليوم يريد أن يبرئ نفسه من هذه القضية الخسيسة التي هزت المجتمع اليمني بأكمله. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنه في يومنا هذا 16/9/2022 أنا رزق علي نادي الجبري والد زهران وسيم رزق الجبري ليعلم الجميع بأني لست راضي عن هذه القضية التي حدثت للبنات زهور وأخواتها، حيث أنهن مثل بناتي، أرضهن من عرضي وشرفتي من شرفي. وإذا أثبت القضاء العادل على أولادي زهران ووسيم اشتراكهما في تلك الواقعة، فأنا أناشد القضاء أن ينزل عليهم أقصى من فعلة أولاده الذي من فعلة أولاده الإجرامية، من فعلة أولاده الإجرامية والآخرين. وإليكم ماذا قال؟ مع ولدي وسيم وقد سلم نفسه للسلطات، وناشد القضاء بسرعة البت في القضية، وليس لدينا أي اعتراض على ما سوف يحكم به القضاء العادل، وسوف أكون عونا له. وفي حالة اتضح على أولادي شيء فأنا أول من يعاقبهم وأكون عونا للقضاء. ولكن حملة التشهير والتنمر على شخصيتي ومحاولة البعض جرح سمعتي وكرامتي أمرا مرفوضا من قبل الجميع، كوني ليس لي أي علاقة في القضية، وأريد إظهار الحقيقة للجميع، حيث أنا متعاون في ذلك للكشف عمن كانوا متورطين في هذه الفاجعة، لأنها شرف وعرض كل يمني وكل عربي وكل مسلم، غيور على عرض وشرف بناتنا جميعا. وأرجو من كافة القائمين في القنوات المرئية والمسموعة وكذا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم عدم التسرع بالحكم في مثل هذه القضايا والتشهير بنا، وليفسحوا لنا المجال إن كان أرادوا ذلك لسماع الأقوال من جميع الأطراف والتأكد من القضية، بدل إلصاق التهم بأشخاص أبرياء والتشهير بهم دون أن يكون لهم أي علاقة بالقضية والقضاء يجري مجرى. ولدينا أدلة تثبت براءة أولادي من تلك التهم، سوف نقدمها للمحكمة في حينه. هذا الذي كنت أريد إيصاله وتوضيحه لكم، ومن أراد أن يعرف أكثر فأنا مستعد للتوضيح تفصيلا في أي وقت. وأرجو من الجميع أن يفهم ويعي أن القضية ليست في حي وادي أحمد، وإنما القضية في حي بني حواة العروق، ليس في حالتي عن ما يقولوا أنه في حالة فلان
أو في حي فلان، فهذا غير وارد، والقضية منظورة لدى القضاء. هذا ما أردت أن أوضحه موجزا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.